اهلا بيكم في المنتزه. بصوا يا صحابي، احنا من بالم هيلز رحنا ركبنا العربية بتاعتنا هنا وبعد كده بنتمشاها بقى. قلنا نتمشى. احنا كنا عايزين ندخل من البوابة التانية بالعربية بس للأسف لأن السكة زحمة جدا. كده فاحنا طبعا النهارده يا جماعة يوم الجمعة الجو حر قوي يا جماعة ويوم الأجازة بتاعتنا، مش لاقيين حاجة نعملها. فقررنا احنا كل مرة بنروح. نروح مراسي، بس اهلا بعودة المنتخب المصري. ما قلناش نروح كنا هناخد فكرة كان زماننا دلوقتي نروح عشان الزحمة. محمد صلاح وزيزو. قلنا بقى نيجي المنتزه النهارده ايه، نغير جو ونشوف مناظر طبيعية ومناظر جميلة. الله. طبعا يا جماعة ايه دي؟ حلوة شجرة. بصي طبعا. يا حياة، عندنا في الفيلا الشجر كله هيبقى عامل نفس المنظر ده. الشجر ده بابا بس هيكسر البلاط. اللي مش مهم يكسر. ده هيكسر البيت. والله. طبعا يا جماعة أي حد في مصر عايز يستمتع يقضي يوم عائلي، يقضي يوم جميل المنتزه، بصراحة كان من حق الملك فاروق يجي يقعد فيها. بصوا دلوقتي احنا كمان هنروحوا المكان اللي فيه 100 شجرة اهو. ألف شجرة. ده اسمه ألف شجرة يا جماعة المكان ده. عشان هو متهيألي فيه 1000 شجرة. ده وده. الاتنين دول فيهم 1000 شجرة. طبعا يا جماعة دلوقتي احنا رايحين الاستراحة بتاعت الملك فاروق، هنقعدوا فيها ذات نفسها. يلا بينا. فيروز الحقيقة مشغلين أغاني عدوك وأنت لأ. بابا تكسينا فين في الصور. فيروز الحق اللي انت تتحديه مشغلين اغانيك وانت لا، اغانيه هو وانت لا. هنعمله ايه؟ خلي بالك العربيه، خلي بالك الجولف كده والله. ده في بول بس هنا زحمه قوي على فكره. بس احنا بص عشان في زحمة قوي كده. فين؟ ركسوس اروق بس زحمه. من هنا اقف انا اصور فروز حسوان. يا جماعه المتعه دي يا جماعه، ايه يا جماعه المكان المتعه ده؟ ايه ركن فريدة ده؟ ايه ركن فريدة؟ ده فريده بتلاقيها بنت الملك فاروق او حاجه. بص القصر اهو، القصر بص. ما احنا رايحين اهو يا جماعه. انا عايز اقعد في الجنينة. انت تقعدي في الجنينه واحنا نقعد في قصر الشاي. بصوا يا جماعه، استنى امشي على جنب، امشي على جنب، امشي على جنب. بصوا بقى يا جماعه، دي الاستراحه بتاعه الملك فاروق اللي هي اللي هنا دي. كل دي الاستراحه بتاعته. طبعا اسمها اسمها قصر الشاي. ليه بقى؟ لان اللي هو بيقول لك كان بيجي وقت العصر، الوقت اللي احنا جايين فيه دوت، لازم كل يوم يجي يشرب الشاي بتاعه. وهوريكم المكان اللي كان بيشرب فيه الشاي بالظبط. والقصر ده زي ما هو ما اتغيرش ولا اتغير في اي حاجه، حتى الرخام حتى اي حاجه. التماثيل بتاعته ايه؟ الفوطات اللي متعلقة في البرواز. مين ده؟ هو ده كشك. بص بقى، ايوه انا ده 1936. لا في واحد تاني متعلق جوه في البرواز. كشك الشاي. طبعا يا جماعه دخلنا قصر الشاي اهو خلاص. اسمه كشك الشاي مش قصر الشاي. هي هنا. والله. اهو بتمشي كده. انت هتمشي كده، امشي بظهرك. طبعا يا جماعه الملك فاروق طبعا كان الله اكبر عليه، كان رايق بقى وكان يحب الروقان. كان بيقول لك بس انا هوريكم القعده بتاعته بالظبط. لا هنا قال لك ورا هنا. لا مش ده، اسمه الشاطئ الملكي. اجي معاكي؟ هو ايه العيل الصغير اللي هنا؟ فين ده؟ في عيل صغير. فين هو؟ في الصورة يعني برواز. فين يا بنت؟ اهو. ده مين ده؟ تعالى نبص عليه نشوفه مين. اسأليها هو مين الطفل الصغير اللي في البرواز ده؟ الملك فاروق وهو صغير. بجد والله؟ طب تعالى نبص عليه. طب احنا حسبنا. ماشي. ده الملك فاروق؟ وهو ده؟ وده لما كان في السنة. طب استنى نروح هناك بقى. تعالى يا حياة. ده الملك فاروق
وهو في ابتدائي ها؟ بس اللبس بتاعه كان شيك قوي. جدا. وهنا كان في الثانوي؟ الله حلو قوي. ودي العربية بتاعته معقول؟ اول عربيه انجليزيه تنزل مصر كان الملك فؤاد بابا جابها له. والله؟ وهنا في ايه تاني؟ هو راكب العربية معقول؟ ها؟ بجد والله؟ الصور دي بتاعته ولا حد اللي عاملها بعد كده؟ بتاعته. والله؟ ولد تحته بس هي بس كانت ابيض في اسود. آه. فاحنا عملناها قلب. قال ودي لما كان هنا في الانجليز. هنا مكان جوه هنا صح؟ هو كان بيجي كل يوم يشرب الشاي والقهوه. الشيء هنا عشان يشوف الساعة بتاعته والبيت بتاعه. طب هو ايه الصورة دي؟ دي تعالى. لما كان في الشاطئ بتاعه. ايه المايوهات القديمة دي؟ ملك فاروق. وهي دي الحاجات دي الحاجات كان بيشرب فيها الشاي بقى اكيد. المشتريات بتاعته. والتماثيل هي وكل حاجة والرخام كله. التماثيل دي من ايام الرومان قبل الملك فاروق كمان. بجد والله؟ كانت محطوطة هنا لا كانت في متحف لوحدهم بس الملك فؤاد عشان كانوا بيحبوهم جابوا هنا. وبالك بقى فين الحتة الدل اللي كان بيقعد فيها على طول بره هنا؟ هي هنا صح؟ وده اكتر مكان فيه هوا لان الرخام ايطالي نادر جدا بياخد طبعا. الحراره وبيدي هوا زي رخام الحراره. والله؟ يعني الرخام ده اسمه رخام الحرم؟ بأمانة والله؟ والله بجد. لا ده احنا هنشوف شبه روقان النهارده. فين ماما فين؟ فيروز احساسك ايه وانت قاعده انت وحياه واصاله كده مكان الملك؟ لا بيقول لك لازم كل يوم العصر يقعد هنا. نفس الكرسي؟ ايه؟ لا اكيد مش نفس الكرسي طبعا. كل يوم يقعد. في المكان ده اللي احنا فيه. هو جاب عربية لسه انت على مصر الجديدة محدش جابها. لا يعني أول عربية تنزل. اول عربيه انجليزي تنزل مصر. بس فيها حبه هوا هي تحفه. هي قالت لك هو طبعا واحنا عملنا طقوس الملك فاروق وقلنا نشربوا الشاي شبهه. أنا عايزة أقول لكم حاجة. هو الملك فاروق كان بيشرب الشاي زيادة الفتلة زيادة عشان يحطوها. زياد شكرا جزيلا. رايك في القعده الملوكي دي؟ بابا زمان كنت يعني انت زمان كنت بتيجي هنا اصلا. لا كان مقفول لسه مفتوح السنه اللي فاتت. طول عمره مقفول هنا مش حد بيجي هنا. عشان الملك فاروق لسه ما ماتش. بابا بس احنا برضه كنا وقعنا. ما كان لسه مفتوح. انا قوي في الشغل. وطبعا خلصنا قصر الشاي ودلوقتي طبعا طالعين نتمشى. بص لقيت شوية صغيرة وكبيرة. حياة طبعا يا جماعه بتجمع الريش بتاع الغراب الغراب وحياة لقت غراب ابيض. الغراب ده بيبيض. يا جماعة قولوا لي بابا كلامه صح ولا لا؟ بابا بيقول لي ان الملك فاروق كان زمان كان بياخد الحمامة وهي حية ويحطها في الخلاط وبيضربها وبيشربها. زي هي فعلا. والله حياة فيروز ده الناس كانوا بيقولوا لنا كده زمان. طب يا جماعة اكتبوا لنا في الكومنتات بقى عشان احنا ولا مصدقين ماما ولا مصدقين بابا. الحقيقة اللي عليك مش مصدقين. الموضوع طب انت مش كان بيقول لك كده انت صغيره؟ بابا عايزة اقول لك حاجة كان زمان ومات. لا بابا هيروح ده واحد غبي كان زمان ومات. هو اللي بياكل بيضة نية بيموت مثلا. ايه ده؟ خلي الكرة الحاجات لما الناس ايه ده انا عايزه اكل سوشي. والله ايه ده انا عايزة اكل فراخ سبايسي. ايه ده انا عايزة اكل كل الحاجات. ايه ده انا عايز اروح. ايه ده احنا في المنطقه. هو انت بتجمعي ريش ليه ايه؟ عشان لما اروح البيت اجيب لزق واعمل مروحة. تمام مروحه بالريشه؟ يعني ما عملتش. اهي في واحده اهي لا الريشه دي؟ ريشة. لا دي شجره اول ما الاقي لو ما انت عايز تعمل بيهم مشروع اول ما نلاقي ريشه انا هلم معاكي. بصي انا ممكن تلاقي. لا انا عرفت هي هتلاقي فين. انا عرفت مكانك غربان فين. اقول لك ليه فايز انا بجمع ريش اعمل فيه مروحة. وانت يا فريد عايزك تعمل لنا مروحه فاروق. مش زيك. انا جمعت
ستريتش عامل خطة جميلة. يلا بينا. انا عاملة كده سكرين كده في البيت بحط على بسكتي. مع بقى بص بقى الحلاوة والطعامة اللي عملها ده اقسم بالله فنان. ربنا يبارك له. ايه رايك يا ندى؟ في ايه طيب؟ في ايه؟ لا انا مش بتكلم عن الملاهي، على كلمة الله. فين الله؟ ايه ده؟ فينها انت بتبصي فين؟ اهي. يلا خش العب مع اصاله. تعالوا. تعالى بس اوريك بقى جنبها صورة. يا طفلة يا طفلة يلا امسكي عشان ما اقعش على وشي. يلا يا طفلة. يا نهار تعالوا. بصوا جايبينها تلعب العيال، هي اللي بتلعب. بقولها بكره تتجوز وتكبر وتعقل اهي بعد ما تتجوز. الله دي جميله قوي يا ندى دي. فاكر انا كنا بنلعبها واحنا صغيرين؟ ماما عايزينك عندك. لا حياتي احنا فاكراها يا ندى؟ كنت عارفه كنت بلعبها ايه؟ وانا قد حياه كده واصغر. فيها مرة. لا هي بتوجع قوي. تعالي يا أصالة، تعالي. عايزه حد يفتح انا مش قادر، انا الشمس وقعتني. ايه؟ تعالي يا سوسو.